حيث شيد المصريون القدماء الأهرامات التي لا تزال تتحدى الزمن، وخطوا بالهيروغليفية إسرار علومه والعلم والروحانية في قلبها. الملك تعرف يا بابا، رمز الوحدة أنا أول مرة أدخل سينما، خلفه بس تقف حقيقي طبقات مبسوط من جدا، الكهنة ومبسوط أكتر المهندسين إنك الأطباء عزمتني. الفيلم والفلكيين، فعلا جميل أناس جدا، حولوا الأرض الجافة وأنا مبسوط إلى إني واحة شفتك مبسوط يا زاهرة حبيبي. بالحياة عبر بس نور المهم تكون نيري عرفت تاريخ المتقدمة، بلدك وتكون ووضعوا فخور. تقاويم فلكية ما تزال تبهر العلماء حتى اليوم. لم تكن بابا، هو حقيقي في كنوز تحت الأهرامات زي ما احنا شفنا في الفيلم؟ والله ناس كتير بتقول إن في كنوز كتير مدفونة تحت الأرض من أيام الفراعنة، بس طبعا القانون بيمنع إنك تحفر وتفتش تحت الأرض. القانون هنا في مصر بيمنع الكلام ده. ويلا بقى وصلني علشان اتأخرنا. عارف يا بابا، أنا بفكر أروح واكتشف بنفسي. أنت عنيد زي أمك وأفكارك مجنونة. طيب يا حبيبي، اعمل اللي أنت عايزه، بس اوعى تقول لأمك لا تشبط فيك. لا طبعا، بكرة تشوفني وأنا جايب الكنز وهبقى نمبر 1. برافو برافو يا حبيبي. والله مجنون زي أمه. اسكتي، معرفتيش ان سليم ابنك المجنون رايح يكتشف كنوز الفراعنة تحت الأهرامات؟ مفكر يا ستي انه هيلاقي الكنز. بجد؟ يا حلاوة، وهنبقى أغنياء؟ والله قلت انه متخلف عقليا لأمه، محدش صدقني. ثم ايه ريحة الشياط دي؟ حرقت ايه؟ الله يخرب بيتك. يا لهوي، أنا نسيت صينية البطاطس في الفرن. المطبخ بيولع، الله يخرب بيتك هنموت. ولعتي في البيت وبقينا في الشارع، الله يسامحك. هتجيبي أجلي انت وابنك. ايه يا عم الموضوع المهم اللي انت عايزني فيه؟ ايه ده كده؟ واسمعني وشوف انا هقولك ايه. بقولك يا سعيد، ما نفسكش تبقى غني؟ يا عم نفسي، بس ازاي؟ بص يا سعيد، فتح مخك معايا. انا عارف ان انت بتحب المغامرات. ايه رأيك انا وانت نطلع في مغامرة ندور على الكنز اللي جوه الاهرامات؟ انت بتهزر اكيد، صح؟ يا عم انت مالكش دعوة بأي حاجة، سيب كل حاجة عليا. ايوه بقى، بحب انا جو المغامرات ده. وهنبدأ المغامرة امتى يا سليم؟ من بكرة يا سعيد. بكرة تجهز نفسك، وبعد بكرة من الساعة 6 الصبح هنطلع على الجيزة. ايوه بقى، والله انا مبسوط جدا. والله يا سعيد انا ما خايف الا منك انت. وبعدين فيك يا سعيد، ده وقت تأخير، القطر على وصول. انا وصلت اهو يا سليم. العب يا حظ، خلينا نلاقي الكنز. وطي صوتك يخرب بيتك، هتودينا في داهية. اهو القطر وصل اهو. يلا يا بطل، يلا علشان نبدأ المغامرة. بقولك يا سعيد، لو لقينا كنز من الكنوز دي، ايه اول حاجة نفسك تعملها؟ اقول ايه ولا ايه؟ حاجات كتير. هشتري عربية، وهشتري شركة، واشتري طيارة، وحاجات كتير قوي. وكلام في سرك، هتجوز واحدة تانية على المدام. دلوقتي بس عرفت ليه ان عمرك ما هتبقى غني. بص يا سعيد، احنا هنستنى هنا لحد بالليل، لحد ما الامن يفضي الناس من الاهرامات، وبعد كده ننزل من غير ما حد يشوفنا. ايه رأيك؟ انا لابس لبس سياح علشان محدش يشك فيا. يعني المفروض دلوقتي اللي انت لابسه ده لبسه سياح؟ ايه ده؟ هو مش باين عليا ولا ايه؟
احنا دلوقتي جينا لأبعد منطقة علشان محدش يشوفنا. بص يا سعيد، احنا دلوقتي هنستنى فوق الجبل ده لحد ما الدنيا تضلم خالص، وبعد كده هننزل. الحق، وراك بوليس يا سليم. بس اهدى خالص، مش عايزك تقلق خالص، سيبهولي وانا هتصرف. انتوا بتعملوا ايه هنا يا حبيبي انت اهو؟ احنا بنتفسح يا باشا. احنا عايزين نوصل لأبعد نقطة في الأهرامات علشان نصور ال3 أهرامات جنب بعض. طب يلا حبيبي عشان ممنوع اللي بتاعد اكتر من كده. هنمشي حالا دلوقتي، ما كناش نعرف ان ده ممنوع. الحمد لله، ده انا قلبي وقف. اول ما شفته كنت هرفع ايدي واقول له مش انا والله يا فندم. خرب بيتك يا سعيد، الحمد لله ان انت فضلت ساكت، كنت هتودينا في داهية. يلا يا سعيد نتحرك ونطلع الجبل. عاوزك تصور المنظر الجميل ده، انا مبهور من الجمال ده يا سليم. مصر طول عمرها جميلة يا ابني. يلا يا سعيد ننزل دلوقتي، ده الوقت اللي المفروض ننزل فيه، المنطقة اكيد كلها فضيت دلوقتي. ايه رأيك في التنكر ده؟ والله انا عاوز صورة. تنكر ايه ونيلة ايه؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ طب ما انت كمان عامل فيها اجنبي ولابس حاجات غريبة. يا غبي، انا لابس كده علشان لو لا قدر الله اتمسكت اقول لهم ان انا كنت خبير اثار وبستكشف المكان وتهت، لكن انت كده لابس لبس حرامية. امري لله، هضطر اسكت. يلا نكمل، مش عايزين نضيع وقت. أنا تعبت ولسه عمالين نمشي في ممرات وخايف نتوه يا سليم. ما تخافش، انا معايا خريطة. اي نعم، معرفش هي صحيحة ولا لا، بس خلينا ماشيين. نهارك مهبب، انت جاي تقول لي هنا كده؟ ده انت كده خوفتني اكتر. ما تخافش يا سعيد، انا بهزر معاك. حسين باشا، أنا جالي بلاغ من أمن الأهرامات إن في 2 دخلوا الأهرامات وما خرجوش ومحدش عارف عنهم حاجة. ومستني ايه يا حضرة الضابط؟ ابعت قوات فورا تدخل وتقبض عليهم. حضرتك عارف يا فندم إن أي حد بيدخل المكان ما بيخرجش، لأن مش مجهزين بخرايط تفصيلية لداخل الأهرامات. جهز القوات ولازم نروح الأهرامات حالا. أمرك يا فندم. أهلا وسهلا بكم في أهم الأنباء. وزارة الداخلية تعلن عن دخول شخصين إلى باطن الأهرامات، وتعلن عن عملية واسعة للقبض عليهما. كل التوفيق لرجال وزارة الداخلية للقبض على الشخصين ومعاقبتهما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفرج يا هانم يلي كنت فرحانة، ابنك مطلوب القبض عليه. الناس شافته هو وصاحبه وهم داخلين الهرم. ربنا يستر، انا خايفه قوي على سليم. كنز ايه ونيلة ايه بس؟ واخيرا وصلنا للمقبرة. اخيرا بقى، انا مش مصدق نفسي. سعيد، المية اللي معانا بتشطب، عايزين نلحق نشوف الكنز ونلحق نرجع بسرعة. خلص عليكم. اجري يا سليم، لعنة الفراعنة حلت علينا. اجري يا سليم. احنا فين يا سليم؟ وايه الضلمة دي؟ واضح يا سعيد ان حراس المقبرة ضلموا علينا المكان علشان ما نقدرش نتحرك، بس احنا لازم نمشي دلوقتي حالا. مش عاوزين كنز ولا نيلة، بس نخرج من هنا عايشين. دلوقتي احنا قدام ممر، انا عندي احساس كبير
إن الممر ده هيطلعنا على بره. يلا بينا. احنا فين؟ وايه السهام اللي بتنضرب علينا دي؟ مش عارف يا سعيد، مش عارف، بس لازم نكمل عشان نطلع من هنا. ايه الصوت اللي انا سامعه ده؟ مش عارف يا سعيد، انت مين؟ أنا مهووس من حراس المقبرة، وجاي أساعدكم تخرجوا من هنا. يا ريت يا ريت يا مهووس، واحنا هنمشي من هنا ومش هنغلط الغلطة دي تاني أبدا. أنا هخرجكم حالا، لأن مهما مشيتوا وجريتوا مش هتقدروا تطلعوا من هنا. الحراس هنا حاطينكم في فجوة زمنية، مهما جريتوا ولفيتوا هتفضلوا في مكانكم. أنا هخرجكم من هنا حالا. الحمد لله يا سعيد، مهووس رجعنا تاني للجبل اللي في آخر الهرم اللي احنا كنا فيه. ايوه، احنا كنا هنا قبل ما ندخل الهرم، لكن كنا في الغروب، ودلوقتي احنا في التل بالليل. الحمد لله ان احنا رجعنا زي ما كنا. دلوقتي نلحق ننزل بسرعة قبل ما النهار يطلع والشرطة تيجي تقبض علينا. يلا يا سعيد بطل بطء، قربنا نوصل. انا تعبت قوي وجعت وعطشت ومش قادر امشي. يلا هانت. يلا بينا، ويا رب نوصل بقى. انا اسف يا اهرامات، واسف يا ابو الهول، انا بحبكم ومش هاجي اسرقكم تاني. الحمد لله اني انا خرجت من هنا عايش. للأسف يا فندم، كاميرات المراقبة ظهرت إن الشخصين خرجوا من الأهرامات بعد الفجر. طب الكاميرات صورت حد فيهم؟ للأسف يا فندم، هم خرجوا والدنيا ضلمة، وواضح إنهم عارفين أماكن الكاميرات لأنهم كانوا بيدوا ظهرهم للكاميرات. يعني هربوا، هيقعوا تاني، هيروحوا مني فين؟ اما كانت حتة مغامرة يا بابا، حرفيا كنت على حافة الموت. وسعيد من وقت ما رجعنا هو قافل على نفسه اوضته وما بيخرجش. ربنا كبير واداك درس كبير، يا رب بس تتعلم منه. وانا حذرتك بس انت عنيد وعملت برضو اللي في دماغك. الحمد لله ان الشرطة ما عرفتش مين اللي كانوا في الهرم، وإلا كان زمانك هتقضي حياتك كلها في السجن. ويا ترى بقى بعد كل الليلة دي قدرت انك تشوف الكنز؟ والله يا بابا انا يا دوب وصلت للمقبرة وعينك ما تشوف الا النور. حراس المقبرة كانوا بيمرجحونا. بس عارف يا بابا، انا اكتشفت ان انتم الكنز الحقيقي اللي في حياتي. في الأهرامات والمغامرات سيلم وسعيد معانا بالذات، رحلة كنز مليانة أسرار مع التاريخ في كل الأدوار. سيلم يقول قدامي خريطة، وسعيد يرد كنزنا مش بعيد. أهرام مشاقة سرها مدفون، كل خطوة تحكي ماضي عظيم. في الأهرامات والمغامرات سيلم وسعيد معانا بالذات، رحلة كنز مليانة أسرار مع التاريخ في كل الأدوار.